السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معكم اسماء الجندي، وهنعمل فطار اول جمعة من رمضان. كل سنة وانتم طيبين. خليكم معايا نعمل فطار مصري اصيل. معايا حلة فيها مية بتغلي على البوتاجاز، هنزل بلحمة وهنزل بماسورة عشان تظبط لي الشوربة، علشان نعمل على الشوربة دي حاجات كتيرة جدا. خليكم معايا. هنزل بقى في المية دي كمان ببصلاية وقطاية وجزر، وكمان رشه من بهارات اللحمه ورشه سكر، واسيبها تغلي اول غلوه على نار عاليه. وبعد كده لو ظهر اي ريم نشيلها، وبعد كده نهدي النار ونسيبها تستوي براحتها. ولازما لما تنزلي باللحمه في تكون ميه بتغلي علشان تقفل مسام اللحمه معاكي. تمام، ضفنا كل الاضافات، هنغطي بقى ونسيبها تغلي اول غلوه. لو ظهر ريم شيليه، وبعد كده هدي النار وسيبها تستوي على نار ايه، على نار هاديه. وكمان ما تكترش البهارات عشان الشوربه ما تغمقش معاكي. تمام. تعالوا بقى نعمل طاجن بسله كده باللحمه. معايا صينيه كده فاضيه نزلت فيها بمعلقه سمنه بلدي، ومعايا مكعبات من اللحمه. هنزل بالمكعبات دي في قلب الصينيه، تاخد صدمه من جميع الاتجاهات على نار عاليه، علشان ما تجيبش ميتها وتفضل معاكي حته لحمه طريه جميله. طبعا بقول لكم ان الشوربه كده غليت، ههدي بقى النار واسيبها تستوي براحتها على ما نشوف هنعمل ايه. تمام. هنزل بمكعبات اللحمه كلها اللي معايا كده يا جماعه زي ما انتم شايفينها. ولازم تكون النار عاليه معاكي عشان اللحمه ما تجيبش ميه خالص، وعلشان تفضل معاكي حته لحمه كده طريه طعمها حلو. تمام. نزلت كده بكل كميه اللحمه اللي معايا. نقلب بقى فيها يمين وشمال لحد ما لونها يدينا لون البني الفاتح الحلو ده. وشموا بقى الروايح يا جماعه، روحتها جميله جدا. اكون بقى محضره بصله كده فرماها فرم ناعم، تاخد بس اللون بتاعها كده. وبعد كده بقى ايه، ننزل عليها بالبصله اللي انا ايه محضراه. لازم تقلبي فيها كده على نار عاليه عشان ما تجيبش ميتها بقى معاكي. زي ما انتم شايفين لونها عاد جميل جدا. وطبعا بقى معلقه السمنه البلدي مديها ريحه جميله جدا. نزلت بقى بكميه البصل اللي انا فرماها. وطبعا البصل يا جماعه انا مش عايزاه ياخد لون، انا عايزاه يدبل معايا عشان يدينا تسكيره حلوه كده للاكل. اي نوع طبيخ هتعمليه ما تحمريش البصلايه وما تتكيش عليها في التحمير، يا دوبك تدبل بس تنشف من ميتها. وبعد كده بقى ايه، تضيفي بقى الاضافات بتاعتك. تمام. يبقى شوحنا اللحمه، نزلنا بالبصلايه. تعالوا بقى نضيف بقى معلقه من البهارات بتاعه اللحمه، وكمان رشه من فلفل الاسود. ونقلب بقى كل المكونات دي كلها مع بعض، كله بقى ياخد من طعم بعضه كده. واللحمه بقى كده تتبخر معانا وتبقى طعمها خطير جدا. وطبعا يا جماعه البصله بتاعتي ما خدتش لون، هي خدت بس لون من البهارات اللي انا ضفتها. تمام. نقلب بقى فيها كده لحد ما المكونات كلها تندمج مع بعض. نكون بقى محضرين يا جماعه ايه، معايا فلفل حراق، معايا قرن فلفل حامي وقرن فلفل رومي مقطعاه كده ايه، رفيع جدا هضيفه. ونقلب برضو كل المكونات كده كلها مع بعض. ومحضره بقى ايه، صلصه من انا كنت مفرزاها معاكم. تمام. تشويحه كده كمان بسيطه كده لحد ما الايه، ما الفلفل يدبل معانا، حاجه بسيطه جدا. نكون بقى محضرين الصلصه بتاعتنا، وننزل بكميه الصلصه كلها على اللحمه دي بقى، ونسيبها يا جماعه تتسبك لحد ما تاخد 3 ارباع سوا. نكون مجهزين بقى الخضار بتاعنا. الصلصه دي كنت مفرزاها معاكم. نزلت اهي بكميه الصلصه اللي معايا بقى. وكمان هضيف رشة سكر. اوعوا يا جماعة تنسوا رشة السكر في اي نوع طبيخ هتعملوه، بتعادل الحموضة وبتدي طعم حلو جدا للاكل. رشة بسيطة جدا. تمام. هنسيب بقى كل المكونات دي بقى تتسبك كده مع بعض. كده بقى السبكت يا جماعة، واللحمة بتاعتي استوت 3 ارباع سوا كده. انا ما ضفتش اي ملح خالص، انا مش هضيف ملح الا لو انا جايه ادخل بقى الطاجن في قلب الفرن. تمام. هنزل بقى بالبسله معايا وهقلبها. وطبعا هزودها من الشوربه بتاعتي بتاعت اللحمه اللي انا سلقاها معاكم. ودي البسله يا جماعه اللي انا مفرزاها برضو معاكم، بس كنت مفرزاها من غير جزر، لان الجزر ياما بيفضل فتره طويله مع البسله متخزن بيغير من طعمها. تمام. انا لسه ضايفه عليها الجزر حالا. هزودها بقى من الشوربه بتاعتي الجميله دي، واسيبها تاخد غلوتين بس على النار، غلوتين اتنين. تمام. هنظبطها كده وبعد كده اغطيها واسيبها تاخد غلوتين اتنين بس. ونظبط بقى الملح بقى بتاعها يا جماعه. طبعا انا ما ضفتش ملح خالص في الاول.
بعد كده بقى خدت الغلوتين، محضره بقى معايا ايه بطاطسايه كده مقطعاها برضو صغير كده مكعبات صغيره. وطبعا انا مش هسيبها تاني، انا خلاص بقى هضيفها بقى للطاجن وادخلها بقى الفرن تكمل بقى سواها اللحمه، وكمان الخضار بتاعنا يكمل السوا بتاعه. هيطلع طاجن خطير جدا وطعمه في منتهى الجمال. كده بقى هضيف كل اللي في الصينيه دوت في قلب الطاجن، وبعد كده بقى اغطيه وادخله بقى الفرن يا جماعه يستوي كده براحته خالص زي ما انتوا شايفين كده. ولو مش عايزه تضيفي بطاطس مفيش اي مشكله. ادي بقى الطاجن بتاعنا بقى في الشكل النهائي بتاعه كده. بقى هدخله بقى الفرن يكمل سواه لحد ما نشوف هنعمل ايه. معايا كده برضو حله ونزلت بمعلقه سمنه بلدي، وهنحمر بقى لسان العصفور يا جماعه. ولسان العصفور بقى إيه في خطوه بقى في لسان العصفور. لسان العصفور طبعا انا بعامله معامله الرز، يعني انا بسويه زي الرز بالظبط، ووقت الاكل بزود له الشوربه بتاعته علشان ما ينفش منك ويديكي شكل كده غير مرغوب فيه. تمام. هنحمر لسان العصفور كده اكننا احنا هنسوي رز بالظبط، يعني يختم زي الرز. تمام. حمرت كده لسان العصفور، وهنزل برضو بشوربه من اللحمه كده، ازوده بقى شوربه يستوي معانا زي ما انتوا شايفين. ودي خطوه مهمه جدا في لسان العصفور عشان يطلع معاكي لسان عصفور شكله حلو كده اما بتقدميه، ما يكونش نافش قوي وشكله كبير قوي. تمام. كده برضو بقى زودت كده اكني بسوي شويه رز عاديين، هيختم معايا زي الرز، واوطي عليه واسيبه يستوي على نار هاديه. تعالوا بقى نشوف نعمل الرز بشعريه. نزلت بشويه زيت وكمان معلقه سمنه بلدي، والزيت بيدي فلفله حلوه قوي كمان للرز. ومعايا ميه بقى على جنب كده بتغلي، لان لازما الرز يا جماعه نزوده بميه بتغلي عشان بتسرع من تسويه الرز، وكمان بتطلعه معاكي مفلفل ما بياخدش اي وقت خالص في السوا، اكنك بتسخني شويه رز مستويين. تمام. حمرنا كده الشعريه. ولازم الشعريه يا جماعه تكون نص كميه الرز، يعني لو هتعملي كيلو رز اعملي نص كيلو شعريه، بيدي طعم جميل جدا للرز. الشعريه ما بتكون زياده كده بتدي طعم حلو جدا للرز. تمام. حمرنا الشعريه ويكون معاكي الرز غسلاه ومصفياه، ولازم تشوحي فيه كده لحد ما تسمعي الطشطشه بتاعته. طبعا الحركه دي بتدي تغليفه لحبايه الرز وبتديله طعم رهيب جدا. تمام. هنزوده بقى الميه اللي كانت بتغلي معانا دي، وطبعا هتشوفوا بقى ان هو على طول بيبقبق وبيغلي ما بياخدش وقت خالص. وظبطي بقى ملح وغطي عليه، ومجرد ما يغلي وينشف من الميه وطي عليه على نار هاديه خالص وسيبيه يكمل سواه. تمام. خطوه الميه المغليه دي زي ما انتم شايفين ما خدش وقت خالص معايا في الغليان، وبتطلع لك الحبايه جميله جدا. غطي بقى وسيبيه يغلي، مجرد ما يغلي وطي عليه النار خالص. تعالوا بقى للملوخيه يا جماعه. والملوخيه اللي طبعا بعمل فيها تكه كده وانا بخرط، بديها قرن فلفل من الحامي وكمان فصين توم ني، وخرط ده كله كده مع بعضه زي ما انتم شايفين. والملوخيه تكوني غسلاها غسيل كويس جدا ومنشفاها. تمام. ادي الملوخيه يا جماعه بعد ما خرطناها. تعالوا بقى نزودها ونظبط الشوربه بتاعتها حسب ما انت عايزاها، عايزاها خفيفه عايزاها تقيله زي ما انت عايزه. تمام. الشوربه بتاعت اللحم طبعا الماسوره بقى عامله شغل يا جماعه. هنزود بقى الشوربه كده لحد ما انتي عايزاها بانهي قوام، قوام خفيف او قوام تقيل. قلب قلب كده على طول لحد ما التكتلات اللي فيها كلها تفك كده معانا. وطبعا في الخطوه دي يا جماعه انا مش مولعه النار خالص، يعني النار انا مش مولعاها. تمام. هقلب فيها لحد ما تفك معايا كده. ومعايا طاسه بقى كمان على النار عشان نعمل لها الطشه بتاعتها الحلوه كده بقى مظبوطه وقوامها كده زي الفل. معايا الطاسه دي انزل بقى بمعلقه سمنه بلدي حلوه كده، تديها بقى ريحه وطعم يا جماعه رهيب جدا. تمام. كده بقى انا في الوقت دوت ولحت بقى على الملوخيه. هتاخد معايا اول غلوه كده، وعلى طول اطشها واطفي عليها، وبلاش تغطيه خالص عشان ما تاكسدش منك وتسود وتسقط منك في قاع الحل. تمام. نزلت بالتومه كده بقى والتومه ما تحمرش منك بقى عشان ما تديكش طعم المراره، لازم أن تكون لونها فاتح جدا. مجرد ما تشم ريحتها هتنزلي بمعلقه من الكزبره الناشفه، خطيره جدا في الملوخيه بتديها طعم جميل جدا. وكمان القرن الفلفل الحامي وفصين التوم النيين دول بيعملوا شغل جامد جدا في الملوخيه. نزلنا بقى بالطشه بتاعتنا زي ما انتوا شايفين، وقلبي وروحي طافيه النار على الملوخيه وسيبيها مكشوفه ما تغطيهاش زي ما قلت لك، علشان ما تسودش منك وعشان ما تسقطش وتفضل بلونها الاخضر اللي انت شايفاه الجميل ده.
تمام. كده خلصنا يا جماعه الملوخيه. تعالوا بقى للحمه بتاعتنا اللي اتسلقت وشلتها كمان من الشوربه. نزلت بمعلقه سمنه بلدي كده، وده بقى الشغل العالي اللي بيدي للحمه مذاق وطعم في منتهى الجمال. نزلت بكميه اللحمه اللي معايا، هديها رشه فلفل اسود، رشه ملح، نقلبها كده عشان تاخد من طعم السمنه البلدي. بجد الخطوه ديت في اللحمه المسلوقه رهيبه، اكنك بتاكلي لحمه كده مشويه. تمام. وزي ما انتم شايفين خلصنا لسان عصفور، وخلصنا الرز، وخلصنا كمان الملوخيه بتاعتنا، والطاجن البسله بيستوي يا جماعه. ونسيت اقول لكم اللي انا ضفت معلقه توم ني لطاجن البسله، ده اللي بيفرق جدا وبيديها طعم في منتهى الجمال. يعني في الاخر كده اديله فصين ايه توم مهروسين. الرز بتاعنا استوى ومفلفل زي ما انتم شايفين، وكمان لسان العصفور زي ما قلت لكم انا اتعاملت معاه معامله الرز، مفلفل بقى شكله تحفه يا جماعه. كده يفضل معاكي على طول وقت الغرف. ضيفي بقى الشوربه بتاعتك. تمام. كده بقى انا هضيف له الشوربه بقى. يعني خلاص انا كده بقى هغرف الاكل، اروح ضايفه الشوربه علشان ما يتضاعفش حجمه ويبقاش شكله حلو. الطاجن خلص يا جماعه اهوت. رشه بقدونس خضرا كده بقى تكسر اللون، وكمان تديله ريحه جميله جدا. وكده يا جماعة الأكل خلص بتاعنا، وده كان فطار أول جمعة من رمضان. كل سنة وانتم طيبين. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسونوش في اللايك والاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.